تحذير آخر داروا صندوق النقد الدولي للجزائر من جديد من الناحية الاقتصادية، وكتب عليهم ارتيكل في 30 من شهر 6 واللي غادي نهضروا عليه وغادي نديروا ليه تحليل وغادي نشوفوا علاش صندوق النقد الدولي كيظن بان الجزائر غادي في طريق سيء وخاصة دير تغييرات كبيره من الناحيه الاقتصاديه، وإلا ما درتهاش حد الان غادي يوقعوا مشاكل كبار للجزائريين وللاقتصاد الجزائري في المستقبل القريب. بعض المقالات في 2023 مشات بعيد وقالت معظم المؤسسات الجزائريه تقدر دير افلاس من هنا ل 2029 2030 الى ما دارتش تغييرات مهمه في الاقتصاد المحلي. السؤال المطروح، علاش البنك الدولي، علاش صندوق النقد الدولي، وعلاش بعض المؤسسات الاقتصاديه كتحاول انها تعطي تحذيرات للجزائر؟ شنو كيدير النظام الجزائري حاليا اللي كيخلي التحذيرات كل مره كتعاود ترجع؟ وشنو هو الحل اللي خاص الجزائريين؟ هادشي كامل غادي نهضروا عليه اليوم. المقال ديال صندوق النقد الدولي على الجزائر تقسم من 3 ديال المحاور مهمه. المحور الاول هو الوضعيه الاقتصاديه العامه، المحور الثاني المخاطر الماليه والخارجيه، والحاجه الثالثه هي التوصيات السياسيه اللي خاصها دار في اقرب وقت باش تغير الوضعيه ديال الجزائر. نشوفوا الوضع الاول واللي هو الوضع الاقتصادي العام حاليا حسب الارقام ديال 2024، لان 2025 مازال ما سالش. بالنسبه للنمو الاقتصادي في 2024 كان 3.6%، انخفض من 4.1% اللي دارت 2023، والسبب ديالو هو تخفيض الانتاج النفط مع الاتفاقيه اللي دارت لوبيك بلاس، لان لوبيك بلاس تجمعات في واحد الوقيته وتقول لمعظم البلدان اللي كتنتج النفط انها تخفض العدد ديال البراميل اللي كتنتج. علاش؟ باش يتحكموا في الثمن، والثمن يبقى مرتفع ديال النفط، لان كل ما كينخفض الثمن كيتضرروا معظم الدول اللي كتنتج البترول ومنهم الجزائر، واخا يرفعوا من الانتاج كيبقاو يتضرروا لان الكلفه ديال الانتاج كتكون اكبر في بعض الاحيان من الثمن ديال البيع ديال النفط. لهذا خاصهم دائما يتحكموا في الانتاج، واخا ان الانتاج كيضرهم في بعض الاحيان بحال كما شفنا الجزائر شويه، ولكن على الاقل كيخلي الاثمنه مرتفعه ديال النفط والغاز، واللي كيخلي هاد الدول يقدروا يعيشوا مده طويله، خاصه اللي كتعتمد على هاد المنتوجات بشكل كبير. هنا كنهضروا على الجزائر اللي اكثر من 90% ديال الصادرات ديالها عباره على بترول وغاز فقط. اذا الا طاح البترول بشي اثمنه غريبه ممكن ان البلد دير افلاس في مده جد قصيره. لهذا خاصهم يسمعوا لوبيك بلاس شنو كيقول وينفذوا اي حاجه كتوصى او كتقول لهم شنو يديروا. مع ان بعض المرات كنسمعوا النظام الجزائري كيقول لك ما كيتحكم فيه حتى حد، ولكن لوبيك بلاس كتقول ليه حبس الانتاج، كيحبس الانتاج، لانه الا ما حبسهاش غادي يجيبها في راسو. اذا هادو هما العامل الاول ديال النمو الاقتصادي المحلي. الحاجه الثانيه هو الحساب الجاري، العاده للعجز في 2024 نتيجه تراجع انتاج واسعار النفط. اذا الاسعار ديال النفط هبطات، الانتاج تا هو هبط، اوتوماتيكمون عطانا واحد العجز. وحاجه واحده اخرى هو من الناحيه ديال الميزانيه ديال الدوله في 2024 العجز ديال الميزانيه وصل تقريبا 14% مقارنه مع الاقتصاد ديال الجزائر. باش تقدروا تشوفوا وتفهموا المغرب واللي بزاف ديال الناس كيتشكاو من الديون ديال المغرب والعجز ديال المغرب، يلا واصل 4% من الاقتصاد ديال الدوله، بينما الجزائر في 14%. اذا هادو ارقام كبار كتخلع شي شويه، وخاص النظام الجزائري يدير بعض التغيرات والشيء غادي نشوفوه في التوصيات. من الناحيه ديال المخاطر الماليه والخارجيه ديال الجزائر حسب المعطيات اللي تكتبت في الارتيكل، العجز ديال الميزانيه وصل 13.9 اللي هي 14 تقريبا في المية من الناتج المحلي الاجمالي ديال 2024. وهادشي قال لك السبب ديالو انخفاض ايرادات النفط، اي الصادرات والمداخل ديالها انخفضات، وزياده الاجور. ولا عقلتوا الرئيس ديال الجزائر فاش نجح كان الفكره اللي كينشرها بزيد هو انه غادي يزيد من الاجور والاستثمارات، اي الاستثمارات في عده مجالات باش يغيروا الوضع ديالهم. ولكن شنو وقع غير زياده الاجور، الاستثمارات كانت ضعيفه جدا، ومن المتوقع غيبقى هذا العجز حتى 2025 ويقدر يزيد يرتفع. ضغوطات ماليه المتصاعده ترفع من مخاطر الديون العامه. هنا كنهضروا على ان الجزائر كتمتلك معظم الشركات والمؤسسات الماليه. اذا اوتوماتيكمون اذا كان مشكل في النفط كيقاس حتى البنوك الجزائريه، لان البنوك غير مستقله وحتى المؤسسات غير مستقله، كل شيء كتمتلكه الدوله. هذا اللي كيزيد من المخاطر
الماليه اللي تقدر توقع للجزائر في حاله اذا ما سمعتش التوصيات اللي غادي نشوفوا دابا. التوصيات ديال صندوق النقد الدولي كانت اعتمدت على 9 ديال الاشياء مهمه، وشي هادين غادي نزيدوا نتعمقوا فيهم شي شويه باش تفهموهم اكثر. الحاجه الاولى هو الضبط المالي تدريجي ولكن عاجل لتقويه المرونه الماليه العامه، تقليل العجز، لان كل سنه في السنوات الاخيره العجز ديال الميزانيه غادي كيرتفع نظرا لان الدوله كتخسر اكثر من داك الشيء اللي كتدخل وما كتفكرش في المشاكل المستقبليه اللي تقدر توقع الاثمنه ديال البترول، وهذا كيزيد العجز بشكل كبير. السياسه النقديه يجب ان تركز على استقرار الاسعار، خصنا نفكروا ان الاسعار تبقى منخفضه لان اصلا التضخم مرتفع حاليا، منخفض من 9 حتى 4% ولكن باقي مرتفع مقارنه مع المغرب اللي قل من 1%. اذا عندهم مشاكل ديال الاسعار وما كاينش رقابه، وكاينين مشاكل ديال الشفافيه منعدمه وغادي نشوفوها حتى هي الى اخره. زياده مرونه سعر الصرف وهذه قاصحه بالنسبه للمواطن الجزائري، ولكن على الاخر غادي تفيدهم في المستقبل، هو ان التعويم ديال الدينار الجزائري خاص يزيد التعويم ديالو بشكل كبير ويولي يمشي مع الوضع الاقتصادي ديال الجزائر، وهذا اللي غادي يزيد يلون الوضعيه ديال الادخار ديال الجزائريين، وحتى التضخم في الجزائر غادي يزيد يصعب عليهم الامور، لان ما كاينش تعويم كلي حاليا. كاين رقابه على الدينار ورغم انه كيفقد القيمه ديالو، ولكن كاينه رقابه، وهذا الشيء علاش كاين ضغوطات ان خاص يكون تعويم كلي في المستقبل للدينار الجزائري اللي كيمشي مع الاقتصاد المحلي. اصلاحات هيكليه تنويع الاقتصاد بعيدا عن المحروقات، حاليا 90% هما الصادرات ديال المحروقات، وهذه راه كارثه بالنسبه لاي دوله اللي كتعول على شيء واحد. في اي وقيته وقع مشكل، وخاصه كنشوفوا الاثمنه ديال المحروقات كتطلع وكتهبط على حسب شنو واقع في العالم، وحاليا كتشوفوا ترامب باغي يخفض الاثمنه ديال المحروقات باش يخفض التضخم في امريكان، باش معظم الرسوم الجمركيه اللي دايرها دوز بلا ما يحس بها المواطن، وهذا غادي ياثر على الجزائر بشكل كبير لان معوله على ان البترول يبقى مرتفع. كلما البترول كيرتفع كيتضرروا بعض الدول، كلما كينخفض كيتضرروا الدول المنتجه. لان هذا هو الوضع الحالي، خاص دير التنويع في اقرب وقت. حاليا داروا واحد التغيير ديال 4.2% النمو في الاقتصاد الغير مبني على المحروقات والصادرات الغير مبنيه على المحروقات، ولكن بقى ضعيفه جدا مقارنه شنو خاصهم يديروا.